السلام عليكم يا معلم جحش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمورني. هي اللي مكتوبة دي يا معلم 70 ولا 700؟ معلش عشان مش شايف، بس الكيلو ب70 جنيه. أيوة ب70 جنيه، ده عندنا احنا وبس، على فكرة احنا بنحطم الأسعار. بتقول كام يا معلم؟ 70 جنيه؟ ليه يا معلش؟ ممكن أعرف الحيوان اللي مذبوح ده إيه؟ يا عم انت جاي تتريق عليا؟ دي لحمة بلدي على أبوها، حتى لو مش مصدق روح اسأل أبوها. جرأة يا معلم جحش، هو في لحمة بلدي ب70 جنيه؟ أيوة طبعا في يا معلم، ولا لازم أضحك عليكم وأبيعها لكم ب400 وب450؟ الحق خد لك حتة من المتعلقين دول بيتخطفوا. هي اللحمة شكلها حلو بس ب70 جنيه؟ يا عم طالما متأكد إنها مش بلدي خلاص سيبك منها، اطلع اشتري من بره. اطلع اشتري من بره يا معلم جحش وانت بتبيع الكيلو ب70 جنيه وزر لي 5 كيلو. الحتة دي 5 كيلو يا معلم، علشان خاطرك انت هحسبها لك ب300 جنيه بس. كل سنة وانت طيب. 300 بس يا معلم جحش؟ كتر خيرك يا معلم وانت طيب. اتفضل ال 300 جنيه اهم يا معلم جحش. ماشي يا معلم مش هعد وراك، اتفضل خد حتة اللحمة بتاعتك وتوكل على الله. عارف هذا الذكي، اول ما ابوك يجيب اللحمه ويجي ياخد حته كبيره اقول لامك لما تعمل الاكل تديني حته كبيره عشان انا بحب اللحمه. لا يا مسعود، انا هكلم امي اصلا اخليها تديني حتة لحمة اكبر من الحتة بتاعتك انت. ما تقطعش يا عم زكي، يمكن ابوك ما يجيبش لحمه اصلا. ابوك جه وجاب اللحمة. فين امك هذا انت وهو؟ امي جوه في المطبخ مستنيه تجيب اللحمه يا ابويا. هي دي لحمه؟ هي ايه دي يا ابويا دي؟ يا ابويا عايز حتة لحمة كبيرة في المناب بتاعي انا يا ابويا. طب اوعى انت وهو من سكتي، خلينا ندخل لحمه لامكم، خليها تطبخ لنا اللقمه، خلينا ناكل لقمه ونسند نفسنا. يا دي انت وهو مالكم زي اللي ما شفتوش لحمه في حياتكم؟ احنا مش لسه واكلينها السنه اللي فاتت؟ هي ايه اللي ابوك جايبها دي يا مسعود؟ شكلها لحمه يا زكي، بس ابوك جايب حته كبيره. كبيرة ولا مش كبيرة يا مسعود، انا برضه هاخد حتة لحمة اكبر من الحتة بتاعتك. يا زكي ابوك جايب حته لحمه كبيره، كل اللي انت عايزه اخويا. حبيبي يا مسعود. خد اللحمه ام زكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا اخويا. جايبها بكام دي يا ابو زكي؟ واخدها من معلم جحش ب 300 جنيه. 300 جنيه بس؟ والله يا بلاش، بس اوعى تطلع لحمة كلاب يا ابو زكي. لحمة كلاب ايه وليه؟ يلا اطبخ لنا الاكل خلينا ناكل بقى. والله زمان يا حبيبتي. بتقولها اللحمة اللي ما قلتها لنا يا ابو زكي. طب اوعى كده يا اخويا، خلينا الحق اجهز لكم الاكل. طب بسرعة والنبي يا ام زكي لحسن جوزك هفتان وعايز يرم عظم. من عيني يا ابو زكي، بس لما تطلع من المطبخ. يلا يا ام زكي هاتي حتة اللحمة للواد مسعود. سيبها براحتها يا ابويا، هي هتجيب لي حته اللحمه دلوقتي. هي جابت لك وجابت لاخويا، بس انا مستنياني في الاخر عشان تجيب لي حته كبيره. ما الاخير دايما ربه كريم. انا هستناك يا مسعود، مش هاكل غير لما تيجي حتة اللحمة بتاعتك وناكل مع بعض. لحمتك يا مسعود يا حبيبي. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا امي. وانت يا حاج هاتي لحمتك يلا وتعالي اقعدي معانا بسم الله. حاضر يا اخويا، هجيب حتة اللحمة واجي اقعد معاكم. تعيش وتجيب يا ابو زكي. تعيش يا ام زكي. هذا زكي استنى امك تيجي تاكل معانا ما تبقاش تفس. بدوقها بس يا بابا. ما بدوق انا كمان يا بابا، يعني اشمعنى اخويا زكي؟ يلا يا ولاد كلوا بالهنا والشفا. مسعود ايه رايك في اللحمه دي؟ طعمها حلو بس. فعلا طعمها حلوه. مالك هذا انت واخوك بترفصوا ليه كده؟ وبعدين يا ابو زكي العيال بيعملوا كده ليه؟